بالثلاثة الأهلي يفوز على الزمالك. بثلاثية نظيفة الأهلي يؤجل الإعلان عن بطل الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما عودناكم في كل حلقة اللي احنا بنحلل الأهداف والعوامل النفسية اللي بتأثر على نتيجة المباريات، ولكن الأهلي عكس كل الأهداف وعكس كل التوقعات. الأهلي جاي بهزيمة من بيراميدز تقيلة ب3 أهداف عشان تبعده عن الدوري العام، عشان يقابل بطل الدوري العام ويفوز 3-0. الأهلي بدأ اللقاء وهو هادي ومستريح، عكس فريق نادي الزمالك اللي هو نازل مضغوط ونازل خايف. أول 10 دقايق في الماتش كانت حرب في نص الملعب، ولكن كل الوقت ما بيعدي أعصاب لاعيبة النادي الأهلي بتهدى أكتر وبيمتلك الكورة أكتر، عكس فريق نادي الزمالك اللي كل الوقت ما بيعدي كل ما العملية بتصعب عليهم وأعصابهم بتبوظ. لغايه ما طاهر عمل عرضيه لبن شرقي جون في الدقيقه 17، مفيش اجمل ولا اروع من كده. وبعديها بوم حسين السيد، مفيش اجمل ولا اروع من كده عشان ينتهي الشوط الاول 2-0. في الشوط الثاني الزمالك نازل وعينه على الدوري العام، عكس الاهلي اللي اعتبر ماتش الزمالك بطولة خاصة بأهداف خاصة بدوافع خاصة بروح قتالية خاصة بكورة وفنون كورة خاصة. هادي وملتزم وكل لعيب في مكانه وبينقلوا الكرة في رجليهم، باصات كتيرة في نص الملعب. الزمالك يضغط والأهلي واقف ثابت مكانه بياخد الكرة يوزعها ويروح يعمل هجمة مرتده على نادي الزمالك اللي ضيع ضربه جزاء كانت ممكن ترجعه للمباراه تاني، وضربه جزاء لتريزيجيه يضيعها عشان ما يوسعش الفارق في نص الشوط الثاني. الى ان جاء بن شرقي وعواد زي بوبو وبشير وحطها بن شرقي في عواد. مفيش جون احلى ولا اروع من كده عشان النتيجه تبقى 3-0 للنادي الاهلي. تعال نقول لك ايه اللي خلى النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك. النادي الاهلي فريق غير اي فريق في الدوري العام، برغم اللي هو السنه دي ضعيف، برغم اللي هو السنه دي وحش، واحنا مش هنغير كلامنا. ان روح وريحه النادي الاهلي موجوده في النادي. اللي حصل بعد مباراه الاهلي وبيراميدز اللي اللاعيبه استشعرت الخطر واستشعرت اللي اسمها بيروح وتاريخ الاهلي بيروح. الروح عادت الماتش ده، والانتصار عاد الماتش ده، والكرة الجميلة عادت الماتش ده عشان الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة. ده مش بس بثلاثية، ده يقهر الزمالك في استاد القاهرة. مباراة رد اعتبار للي حصل هذا العام. فرقة النادي الأهلي نست الكورة طول السنة وافتكرتها في ماتش الزمالك عشان تعمل جيم على نادي الزمالك. مفيش اجمل ولا اروع ولا احسن من كده. لسه الدوري في الملعب، وارد والله اعلم يا عالم يمكن الزمالك يتعثر الماتش الجاي وبيراميدز يتعثر والاهلي ياخد الدوري، وليس ذلك على الله بعزيز. قولوا يا رب، قولوا يا رب. زي ما عودتكم اللي احنا في نهايه كل مباراه اللي احنا بنقيم اداء لاعيبه النادي الاهلي. مصطفى شبير 10، كوكا 7، هادي رياض 5، بيكم 6، ياسين مرعي 6، امام عاشور 5، مروان عطيه 7، حسين الشحات 8، طاهر محمد طاهر 7، تريزيجيه 3، بن شرقي عريس اليوم 10، ديانج 6، محمد بن رمضان 2، اوتاكا 4،
يستروب النهارده 10/10. الحكم الألماني 6/10. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.